مستخرجا. المستخرج هنا يعني المقصود به زاد عليه زيادات، وليست على بابها كما سيأتي معنا في المصطلح. المستخرج هو من أنواع علوم الحديث أن يأتي المحدث إلى مصنف من المصنفات ويستخرج أحاديث تلك المصنفات، يخرجها ويسوقها بأسانيد لنفسه غير الأسانيد التي خرج بها صاحب المصنف. وهذا أبو نعيم نفسه متخصص في المستخرجات، له مستخرج على صحيح البخاري وله مستخرج على صحيح مسلم. مستخرج على صحيح مسلم مطبوع، وأما المستخرج على البخاري كان مفقودا إلى وقت سابق، إلى أن وجدت منه قطعة حققها المشايخ الفضلاء الشيخ رضا أبو شامة الجزائري، الشيخ توفيق عمروني، والشيخ عمار تمالت قبل 3 سنوات أو 4 سنوات. وجدوا هذه القطعة في أحد المكتبات في تركيا وقاموا بتحقيقها، كان قبل ذلك في عداد المفقود. ولعل الله أن يكشف عن هذا المخبوء أيضا، هذا المستخرج على كتاب الحاكم. فطريقة المستخرج في الحديث غير هذه الطريقة. طريقة المستخرج أن يأتي أبو نعيم مثلا يأتي إلى أحاديث البخاري خرج هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه، فيأتي أبو نعيم فيخرج هذه الأحاديث بأسانيده هو نفسه، لكنه يلتقي مع البخاري في شيخه مثلا. أما هنا فليس المقصود بالمستخرج هذا المعنى، وليس المقصود به إخراج أحاديث الحاكم هنا بأسانيده لنفسه، لا، وإنما المقصود هو أنه زاد على كتاب شيخه زيادات أخرى وأبقى أشياء للمتعقب. الظاهر أن الحافظ رحمه الله اطلع على هذا الكتاب، ولهذا قال أبقى أشياء للمتعقب، لكنه الآن لا يوجد في عالم المطبوعات، ولعل الله ييسر